لما تيجي اسوان لازم ما تفوتش التجربه دي. والله تجربتي النهارده مختلفه جدا جدا جدا، لان النهارده هجرب لاول مره السي او بي. والنهارده معانا خروجه جديده ومغامره مختلفه للصحاب. قررنا نطلع جزيره اسوان مع دك، واول ما وصلنا الجو كان مغيم وتحفه، فجهزنا نفسنا ولبسنا السيفتي وركبنا الكاياك، ومن هنا بدات المتعه الحقيقيه. ودي من الخروجات اللي لازم تتحفظ عندك وتبعتها لاصحابك، لان الكاياك بجد من اكتر الحاجات اللي حسستني بالحريه. تخيل نفسك ماشي وسط النيل او حوالين شجر اخضر واصوات الطيور والميه من حواليك، ومفيش حاجه تشغل بالك غير انك تكمل وتستمتع بمناظر اسوان وبس. ودلوقتي وصلنا لنقطه مهمه هنا في اسوان، فاللي يعرف اسم المكان اللي ورايا ده يكتب لي اسمه في الكومنتات. وبعد ما خلصت جولتي بالكاياك جه وقت المغامره الجديده، وهي السي او بي، مختلف تماما عن الكاياك. لازم احتياطات الامانه والسلام، بنربط الليش ده عشان لما نتقلب ما يبعدش بعيد. لازم الامانه يا جدعان. تمام كده. امان بالله. في الاول حسيت انه صعب، لكن مع التدريب في البدايه ومع كل حركه بدات اخذ الثقه، حسيت كاني ماشي فوق الميه حرفيا. اقسم بالله احلى من قعده مصطبه بيتنا. وبجد الخروجه دي جمعت ما بين المتعه والهدوء والمغامره، فلو حابب تعيش نفس اليوم ده اكتب كلمه التفاصيل في الكومنتات وابعت لك كل المعلومات. وبس كده.